قصة أغرب من الخيال. رجل اشترى قطعة لحم وعاد بها إلى منزله، لكن في طريقه سمع الأذان، فقرر دخول المسجد ليؤدي الصلاة. وضع اللحم جانبا وصلى بخشوع، ثم أخذه بعد الصلاة وعاد إلى بيته. عندما وصل أعطاه لزوجته، بدأت في تحضير العشاء. وضعت اللحم في القدر وأشعلت النار تحته، ثم تركته ليستوي، لكن عندما عادت بعد ساعة صدمت مما رأت. اللحم لم يتغير أبدا، وكأن النار لم تمسه. في حيرة وخوف أخبرت زوجها، فتذكر فورا أنه أدخل هذا اللحم إلى المسجد. هل كان ذلك خطأ؟ شعر بالقلق وذهب مسرعا إلى شيخ المسجد ليخبره بما حدث. ابتسم الشيخ بهدوء وقال له جملة لم يكن يتوقعها أبدا: لقد دعوت في صلاتي أمس ألا تمس النار كل من صلى معنا في هذا المسجد، فهنيئا لك. يا رب حرم النار على جسد كل من وضع لايك وصلى على النبي في التعليقات.